شنو الأهم؟ البنات يعوفن المكياج لو الشباب يغضون بصرهم؟ شو الشباب يقولون للبنات لا تزيني، والبنات يقولون للشباب غضوا بصركم، وواحد يشمرها على الثاني. أول شي هذا السؤال مثل يا صلاة أهم الظهر لو العصر، وهن اثنينهم مهمات، وكذلك غض البصر والاحتشام اثنيناتهم مهمات ومذكورات بالقرآن ومن وضعا حسب طبيعة الذكر والأنثى. فلما الإنسان يقول للابن يحتشمي أكثر، هذا مو معناته ترك الشهوة براحته، وما قال له غض البصر. وثاني شي يا أخواني، ترى كل إنسان عنده ميزان يقيس به أعماله، كفة النفس الزكية واللي تشمل كل عمل صالح، وكفة أمارة بالسوء واللي تشمل كل فعل قبيح. كل ما تحط عمل صغير سواء بكافة النفس الزكية أو بكافة الأمارة بالسوء راح يأثر على الميزان ويزداد الثقل. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا شاب ضرب البنية سونار من فوق لجوه حتى وإن كانت محتشمة وما حد يشوف، راح ينضاف هذا العمل بكافة الأمارة بالسوء. والبنية إذا حطت شوية مكياج حتى لو ما بين، راح ينضاف هذا القدر قليل بكافة الأمارة بالسوء، وبتكرارها راح تتراكم ويزيد الثقل على وحدة من الكفتين. وساعتها إذا زادت كفة الأمارة بالسوء مالك خلق حتى تصلي، وهذا راح يأثر عليك بالدرجة الأولى، لأن وراح ينزال كل توفيق منك. ثالث شي، كل واحد يحمل التكليف اللي يكلفه الله سبحانه وتعالى واللي منطهيه ويلتزم به. حتى لو البنات زينت فهذا مو مبرر للشاب يظل يباوع حتى إذا كانت بكامل حشمتها. وكذلك البنات، وأغلب الشباب ما غضت بصرهم همين مو حجة علي أتزين، وبقت علي هو ما ملتزم، خلي أنا هم ما ألتزم.